ما كانش في حاجه اسمها ماتش سهل وماتش صعب. ثقتنا في اللعيبه كبيره، ثقتنا في الجهاز الفني والاداري كبيره. كل اللي بنقوله يا رب التوفيق، وان شاء الله يا رب نرجع بنتيجه ايجابيه باذن الله. مشكله في حراسه المرمى جنش، ربنا يكرمه ويلعب باذن الله. البديل ربنا يكرمه ان شاء الله ما فيش مشكله، وربنا مش هيوقعنا. النيات كلها اخلصت، اكيد ربنا هيكرمنا. وانا بقول يعني انا متفائل. انا يمكن تاني مره اطلع فيها رئيس بعثه. قبل كده طلعت ماتش مكناس مع برضه في المغرب، والحمد لله رجعنا بنتيجه ايجابيه قوي قوي. ربنا يخليك يا رب، يا رب، يا ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يسهل كده والبركه في اليوم. الناس استعدت والكل ان شاء الله يا رب مصمم انه الفندق قالوا 4 نجوم 5 نجوم هنغير الفندق. مفيش اي حاجه خالص، كل الامور اترتبت. من هنا انا بشكر قدام كل القنوات سياده السفير ابو بكر حفني، يمكن على اتصال بيا يوميا، يمكن مرتين او 3 مرات في اليوم. كل الامور اتعملت. الاوتيل اللي احنا عايزينه تم تدبيره لينا وتوفر لنا. لحد دلوقتي هنروح نشوف هناك كل حاجه، لكن الحمد لله لحد دلوقتي مفيش اي مشكله خالص، والناس قايمين واجب ما حصلش. وبعدين احنا رايحين بعزوتنا وجمهورنا، جمهور نادي الزمالك الجميل. ان شاء الله ربنا يا رب يرجعهم منصورين وفرحانين باذن الله. متفائل؟ متفائل، انا على طول متفائل ان شاء الله.